بما ان كتير منكم سألني عن طريقة استخدام ايزيس فارما جلايكو بيلينج، النوع اللي معايا ده جلايكوليك اسيد بتركيز 10%، عشان فيه منه 12%، ومنصحش اي حد يجرب ال 12%. اهم حاجة تخلوا بالكم من طريقة الاستخدام عشان هتشوفوا منه فعلا نتيجة حلوة قوي في تفتيح البقع والتصبغات. يمكن ده المنتج الوحيد اللي بسببه بشرتي حاليا صافية. انا كان عندي المكان ده غامق من الشمس وما كانش التصبغ اللي فيه بيروح، لان كان تصبغ قديم مع اهمال طبعا في استخدام السان سكرين. في البداية هتستخدموه ساعة لساعتين بالكتير. لو الدنيا تمام معاكم الاسبوع اللي بعده استخدموه بالليل واغسلوه تاني يوم الصبح، وبعدها ممكن تزودوا انكم تستخدموه مرتين في الاسبوع. كمان مهم جدا انكم تستخدموه على بشرة جافة وما تحطوش بعده مرطب، لانك لما بتحطي بعده مرطب بتزودي فعاليته وان البشرة تحتفظ بيه فترة اطول، فده بيخلي كمان التحسس منه اكتر. لكن لو انتي استخدمتي كل الطريقة دي وحصل برضو منه تحسس، وقتها حطي مرطب قبله مش بعده، لانك لما تحطي مرطب قبله هتخلي امتصاصه في البشرة اقل، وكمان هتكون فعاليته ونتيجته اقل، بس التحسس منه هيكون اقل. بس كده يا رب اكون وضحت طريقة استخدامه بالظبط، ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي.